طبعا كلنا بنحب نشتري التلوث ده من الشارع، وكلنا عارفين طبعا يعني ايه تلوث، اللي هو الكبده اللي هي اسمها ايه، الاسكندراني دي، إيه السجق الشرقي، الحاجات دي بنحب نشتريها من الشارع. فليه احنا نجيبها ونخلي التلوث بدل ما يكون 100% نخليه 50%، وناكل ونتبسط برضه. ف طعمهم حلو، انا مش مختلفة معاكم، طعمهم حلو. انا ساعات بيجي عليا والله وقت ببقى عايزة فعلا اكل تلوث وباكل، بس اهو يعني قلت احاول في البيت. فهقول لكم النهارده على طريقة الكبدة الاسكندراني، نعملها سوا في البيت. طبعا احنا هنغسلها بقى مش زي ما بيعملوها كده في الشارع على طول، نغسلها ونظبطها الاول، و يعني هتبقى متلوثة بس مش متلوثة قوي. يلا بينا يلا بينا هقول لكم على الطريقه احسن، كفايه تلوث عن الكلام عن التلوث. بصوا، احنا عندنا اهو الكبده، انا غسلتها كويس قوي بقى، فضلت اغسل فيها كتير وانا هحطها في المصفى اهي اتصفت. طريقتها سهله وبسيطه قوي. هنجيب طاسه كده على النار، هنحط الكبده، هنسيبها تنزل كل الحاجات المتلوثه اللي فيها. اهو بص بتنزل ميه عامله ازاي. بعد ما تنشف خالص هنحط عليها بقى زبده، تحطي زيت، تحطي اللي انت عايزاه، وبعدين نقوم نازلين عليها كده بالبصل اهو، بصلايه كده مبشوره على حسب كميه الكبده اللي انت طبعا هتعمليها. عايزه هتعملي كبده اكتر، انا عامله حبه صغيرين. وهتنزلي برضو بالفلفل، ده الفلفل الاساسي. عايزه تحطي بقى قرن كده فلفل حامي، انتي وذوقك، انتي وانتي اللي بتحبيه، انا ما بحبش الحاجه الحاميه قوي. وهحط عليها مرقه دجاج انزل عليها كده بمرقه دجاج، بتخلي طعمها حلو قوي على فكره. وهنقعد نقلبهم بقى سوا، ومعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر صغيرين، بيخلوا الحاجه طعمها تحفه، وشويه فلفل اسود طبعا. بصي تحفه، هتسيبها تستوي، مش هتاخد على النار. ودي اخر حاجه اهو، المنظر الاخير ليها. تاكليها بقى طبعا في سندوتشات، تاكليها مع مكرونه، تاكليها زي ما انت عايزه، وبالهنا والشفا.